السلام عليكم أصدقائي المحترمين. البداية، اسمح لي أقول لك جملة بستمتع لما بسمعها. جملة شهيرة في عالم المخابرات: نشكركم على حسن تعاونكم معنا. ودي بتبقى آخر جملة تتقال في كل عملياتنا الناجحة. بس إيه علاقة الكلام ده باللي هنتكلم فيه النهاردة؟ مع إن النهاردة كلامنا عن مؤتمر المناخ والأحداث اللي حصلت فيه والفضيحة العالمية اللي تمت فيه. طب هل الفضيحة من نصيب مين والنصر من نصيب مين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين. هنبدأ بالأحداث اللي حصلت، وفي آخر الحلقة هنتكلم عن الرسائل الخفية لأبناء اللواء عمر سليمان. ممكن البعض ما يفهمهاش، بس أكيد ناس كتير هتفهمها وتفهم الشفرات اللي من وراها. أنا مش هوضحها قوي لأنها برضو مش متاحة للعامة، بس أنا لازم أعرضها عليكم. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البداية في بريطانيا من كام يوم، من قبل مؤتمر المناخ بكام يوم، لما سناء عبد الفتاح عملت شبه مظاهرة أو وقفة احتجاجية. ولما حبوا يسألوها هي واقفة كده ليه، قالت لهم أنا عايز أخويا اللي محبوس في مصر في قضية سياسية. هي كذبت عليهم لأن هو مش محبوس في قضية سياسية، ومن ساعتها هو محبوس. غير التحريض اللي كان بيحرضوا على ضباط الأمن الوطني وعلى عائلاتهم. وطبعا لا يخفى عليكم الكلام ده، ونازل كتير تويتات على صفحته الشخصية بتحمل المعنى ده، وهي مالية الانترنت. يعني ممكن تكتب تويتات صلاح عبد الفتاح هتلاقيها كتير وكلها أعمال تحريض، لحد ما اتحبس في قضايا جنائية بسبب الكلام ده. يعني هو مش مسجون سياسي. لكن طبعا أهل الشر على طول بيزيفوا الحقائق، وهي كانت معتقدة إن هي هتضغط على مصر عشان يطلع، ومستخدمة بده بريطانيا بتستقوى بدولة غير دولتها على دولتها. طب دخلت مصر ازاي مع انها المفروض ما تخشش؟ هي بريطانيا لما راحت لها الدعوه للمؤتمر راحت كاتبه اسمها من ضمن المدعوين الرسميين لبريطانيا، يعني لازم تخش، ودخلت مصر بصوره رسميه. طب هي لما دخلت عملت ايه؟ على هامش المؤتمر قعدت تخطب في الناس وتقول شعر في اخوها، واخويا لازم يطلع، وبتطالب الحكومه المصريه انها تطلعه. وكانت واخده وعد من الاداره البريطانيه انها تضغط على مصر وهيرجع معاهم على نفس الطياره. لكن هل الكلام ده حصل؟ هل مصر رضخت للطلبات دي؟ ده اللي انا اعرفه من الاحداث اللي جايه اللي انا احكيها لكم دلوقتي. في وسط المؤتمر قام شاب مصري معارض، راجل فارس ما جابتوش ولاده، مع العلم ان هو معارض مش مؤيد للدوله، وهو النائب عمرو درويش. شاب في مقتبل العمر قام كان ليه كلمه في وسط المؤتمر، او ليه كان سؤال في وسط المؤتمر، والاسئله كانت مباشره ليها هي. سألها سؤالين. أول سؤال قال لها أنت ليه بتطالبي إفراج عن أخوكي مع إنه محبوس في قضايا جنائية زيه زي غيره كمواطن مصري، من حق الدولة إن هو لو أذنب تحبسه. تاني سؤال قال لها مش عيب لما تستقوي على دولة غريبة على بلدك؟ فبالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو أنت ليه بتطالبي بالإفراج عن أخوكي مع إنه محبوس في قضايا جنائية، هي ما ردتش عليه، والحجه قالت له الاجابه هتكون طويله، فانا مش هينفع ارد على السؤال ده، مع ان هو كان هدف مجيئها اصلا ان هي تطالب ان اخوها يطلع، وكانت واخده وضع من بريطانيا بكده ان هي تضغط على مصر عشان يرجعوا بيه. لكن سوناكي لما سال السؤال ده للرئيس، الرئيس رد عليه رد جميل قوي. قال له انت عامل ايه دلوقتي؟ يعني من الاخر ما تكترش في الكلام وما تسالش اسئله خارج نطاق الحوار اللي انت جاي عليه. المؤتمر ده مؤتمر عن المناخ، مش مؤتمر عن علاء عبد الفتاح. فده كان رد لجيمه، ما عرفش بعد كده يكمل كلام في موضوع علاء عبد الفتاح، وده كان احراج ليه واحراج لدولته اللي هو جاي يمثلها هنا في مصر. وده نصر لينا ان احنا ما بنرضخش لطلبات حد، احنا ما عندناش دراع يتلوي. مصر خلاص بقت دوله عظمى، بدليل ان كلكم عندنا هنا مشرفيننا. ولكن النائب عمرو درويش لما سال السؤال الثاني ازاي تستقوي بدوله غريبه على دولتك، هنا لما هي سمعت السؤال ده الكل اتجنن، وراح الامن الخاص بيهم خرج النائب عمرو عشان ما يعملش مشكله ويحسب على مصر بكل تواضع وبكل اخلاق. قرر ان هو ينسحب من المؤتمر او ينسحب من القاعه، بعد طبعا ما سبب احراج شديد ليها وللاداره اللي هي بتمثلها اللي هي الاداره البريطانيه، لان هي معاها الجنسيه البريطانيه. فاذا ما فيش وجه حق انها تطلب طلب زي كده. لكن هنا حصلت بقى هجمه مرتده على رأي بتوع الكورة. لكن الشباب اللي هناك الله أكبر عليها لما لقت اللي حصل مع عمرو درويش، كان ليهم موقف يحتسب ليهم موقف بطولي. رفعوا رايات
ازاي بتطالبوا بالديمقراطيه وانتوا رافضين ان انتوا تسمعوا الراي. فهنا دي تحتسب لينا وتحتسب عليهم كدوله بتنادي بالديمقراطيه وحقوق الانسان. فده كان هاتريك ونصر لينا ما بعده نصر. هنا كان الهدف من الطلب السؤال ده نسفه، ان انتوا بتطالبوا بالديمقراطيه وما بتسمحوش للراي الاخر ان هو يتكلم. هنا الكلام ده كله يبان ان هو حصل صدفه، لكن اسمح لي يا صديقي ارجع بيك برضو بكام يوم قبل المؤتمر باللي دار في مبنى المخابرات العامه في المكتب اكس بين شخصيتين هنرمز ليهم بشخصيه اسمها حورس وشخصيه اسمها الفحام. يعني طبعا دي مش اساميهم، بس احنا هنرمز ليهم عشان سياق الكلام. والكلام اللي هيتقال دلوقتي او اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي هو في شفره معينه ممكن البعض يفهمه وممكن البعض ما يفهموش، بس انا برضه مش هوضحه على الاخر عشان برضه اللي عايز يفهم، اللي عنده استعداد ان هو يدور ورا الكلام ده يدور ويفهم بنفسه، عشان ميبقاش كلام منقول وخلاص. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم انقل لك الجزء الاهم في الموضوع كله. في الغرفه اكس قبل المؤتمر بايام اجتمع سين الفحام وسين حورس. الحوار اللي انا هنقوله لكم هو اللي دار بينهم، ودي مش تسريبات لان المخابرات العامه ملهاش تسريبات، بس هي اتقصد انها تتقال للجمهور عشان اللي عايز يفهم، عشان اللي عايز يقرا الرساله يقرا الرساله، واللي مش عايز براحته. بس اللي مش هيفهم ندمان، لان الطوفان جاي ولازم كلنا نركب السفينه. اللي هيتخلف هيغرق واللي هيركب هينجح، وكله بايد المولى عز وجل. حورس بيقول للفحام بريطانيا عايزه تضرب المؤتمر بطلب الافراج عن لولو ده اللي هو صلاح عبد الفتاح. احنا بنرمز له في وسط الكلام بالرمز لولو. الكلام على لسان الفحام قال له عز الطلب ده احرجهم كلهم واعمل لهم البحر طحينه باللغه الدارجه منا. لا ومش كده وبس، وحضر له كمان قعده حلوه وجنينه حلوه يتزهروا فيها ومشاريب لزوم القعده. وبص عايزهم يبدعوا على الاخر، يقولوا اللي في نفسهم ويجيبوا اخر ما عندهم. هنا الكلام عند حورس قال له وبعدين يا فندم و11 هنعمل فيها ايه؟ هنا يرد الفحام يقول له عز الطلب كله هيمشي مع بعضه ويخدم بعضه، بس اصبر ما تقلقش. هنا حورس احترم مش فاهم الكلام، يعني ايه كله هيخدم بعضه يا فندم؟ هنا رد الفحام قال له لقد اوتيت سؤلك يا موسى، خذها ولا تخف سنعيدها الى سيرتها الاولى. افهم الكلام وركز. الكلام على ايه؟ الكلام هنا مش على سيدنا موسى، الكلام هنا على احداث الفتن اللي بتحصل، على الدعاوى للشغب اللي بتحصل في مصر عندنا هنا، اللي بريطانيا زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق ان هي واحده من الدول اللي كانت بتحرض عليها. هنا حورس حب يستفسر قال له هي مين يا فندم؟ قال له عصا موسى ستاكل عصيهم. المهم يمشي معاه وخذها ولا تخف. هنا الحوار بالنسبه لنا غامض، بس لو طبقنا الايتين دول على اللي حصل عن رد فعل الاداره المصريه ورد فعل الشباب والفتن اللي كانوا جايين يعملوها هنا في مصر وموقف الاداره المصريه من اللي حصل، واثبتنا ان هم ضد الديمقراطيه ما بيسمعوش الراي الاخر زي ما هم عايزيننا نسمعه، اثبتنا كذب ادعاءاتهم هو ده بالظبط زي اللي حصل ايام سيدنا موسى عليه السلام. جم سحرة فرعون القوا بحبالهم فتحولت افاعي. الافاعي دي هي الفتن، وعصا موسى هي اللي اكلت كل الفتن دي، وعصا موسى دي هي المخابرات العامة المصرية. وده يثبت لك ان احنا في ايد امينة. ارفع راسك وافتخر ان انت مصري. اشوفكم في رعاية الله، وتحيا مصر وتحيا الامم العربية. في رعاية الله اغلى ناس.